السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طاجن بطاطس باللحمة، طريقة سهلة وبسيطة وطعمها في منتهى الجمال. معايا طبعا بطاطس مخرطاها وحطها في مية وملح، ملح كده صغيرين عشان خاطر البطاطس تبقى حيقة وتبقى كويسة. ومعايا طماطميتين فرماهم، طماطميتين اتنين بس فرماهم بحبة مية ورشة سكر. ومعايا بصلتين صغيرين وقرن فلفل حار، لو انتوا عايزينه بارد تمام، عايزينه حار تمام. ومعايا صلصة، ومعايا مكعب مرقة دجاج لو انتوا عايزين تحطوه، مش عايزين براحتكم. ومعايا ملح وفلفل وفصين توم ورشة كمون. ومعايا السمنة والزيت. مش حابين تحطوا زيت براحتكم، او عايزين تحطوا زيت بس او سمنة بس، ده حاجة ترجع لكم. هي السمنة بتدي طعم حلو، والزيت بيدي تلميعة حلوة للأكل، لأي أكل هو بيدي لمعة حلوة فيه. خلاص. هاخد بس كده معلقة صلصة واحدة بس، وهحطها على عصير الطماطم. طبعا انا قلتلكوا طماطميتين اتنين بس، وحاطة حبة مية عليهم. هنا للبنات اللي ما بتحبش تخرط البصل، وطبعا عشان خاطر ريحته وبتعيط منه وكده فبلاش منه. وانا برضو ما بحبش اخرطه علشان خاطر السكينة بتقعد تقطع في صبعي، فبحطه في الكيس واقطع البصل، اخرطه كده بالمخرطه، بس احط فوطه اكون مطبقاها 4/4 عشان خاطر الكيس ما يتقطعش. وبخرط البصل، ولا بيطلع ريحه ولا بيوجع عيني ولا اي حاجه. هنا معايا صينيه، هحط البصل فيها، وهحط عليها الملح والفلفل، وهدعك البصله دعكه كويسه كده، يعني دقيقه كده ادعكها بالملح والفلفل. انا بعمل ليه كده؟ البصلة طعمها كده بيبقى احلى في الاكل، بتخلي البطاطس طعمها بيبقى جميل قوي بصراحة. يعني انا جربت ان انا ما ادعكش البصلة كده بالملح والفلفل، فرقت قوي في الطعم. هو الموضوع مش هياخد حاجة يعني، هي بس دعكة كده بسيطة. وطبعا انا اسفة لو انا مش لابسة جوانت، علشان خاطر انا ما بحبش الجوانتات خالص، بقرف منها بصراحة. هحط هنا المكعب المرق الدجاج، اكون يعني دقاه حلو علشان خاطر ميبقاش متكتل، عشان خاطر متبقاش فيه قطعة كده تيجي تحت بق حد يبقى متضايق منها. لا، دقيها حلو عشان خاطر تبقى ناعمة. هنا صفيت البطاطس من المية، وهحطها على البصلة وهقلبها كويس مع بعض. وهسيب بس حوالي كده البطاطس متبلة مع البصلة حوالي كده بتاع 7 دقايق ولا حاجة، 5 دقايق 7 دقايق. بس البصلة تتشرب من البطاطس، والبطاطس تتشرب من البصل، وبيبقى برضو طعمها حلو قوي. جربوا الطريقة ديت وهتعجبكم، والطريقة سهلة مش هتاخد منكم حاجة. بس كده. طبعا انا في الوقت دوت انا كنت مولعة الفرن وحاطة فيه الطاجن علشان خاطر يسخن. خلاص. دلوقتي بقى انا جيت للصينية البطاطس. انا قطعت قرن الفلفل، وقطعت الثوم حلقات كده صغيرة. طعمه بيبقى حلو، وللناس كمان اللي ما بتحبش طعم الثوم يبقى باين قوي في الاكل، اعملوه بالطريقة دي. ما تدقوهوش، لانه لو دقتوه او اتفرم هيبقى طعمه باين قوي، فالطريقة دي احسن بصراحة. وهحط هنا عصير الطماطم بمعلقه الصلصه. انا حاطه رشه سكر، عشان انا نسيت اقول لكم انا حاطه رشه سكر وانا بفرم الطماطم. خلاص. هحط بقى كده السمنه والزيت. ولو عاوزين تحطوا حبه شوربه، لو انتوا حاسين ان السوائل في البطاطس قليله، حطوا حبه شوربه صغيرين، يعني ما تخلوش الشوربه تبقى كتيره قوي. خلاص. انا طبعا سلقه اللحمه ومستوية، اللحمة مستوية يا بنات. هطلع بقى اللحمة وهحطها تاخد غلوة على البوتاجاز من فوق، وبعد كده هحطها في الطاجن. هنشوف كده مع بعض. طبعا اللحمة ديت انا مشوحاها الاول في سمنة بفص مستكة وبصلاية، وحط لها فلفل مجروش، فلفل مجروش مش ناعم قوي ولا خشن قوي. لما انا بعمله كده بيبقى طعمه بصراحة احلى، والريحة بتبقى ريحته اكتر يعني في الاكل.
فانا هطلع اللحمه كده تاخد غلوه مع البطاطس، وبعد كده هطلعها في طبق واحط البطاطس في الطاجن. هنشوف كده مع بعض. هاخد بس غلوه واحده بس، واكون مغطيه صينيه البطاطس. البطاطس لازم تكون متغطيه اول ربع ساعه عشان خاطر البطاطس تبقى مستويه كلها زي بعضها، ما تبقاش اللي تحت مستويه واللي فوق ما تبقاش مستويه. لازم تتغطى بصينيه او ورقه فويل، اي حاجه عندك غطيها بيها اول بس ربع ساعه، وبعد كده اخش الغطا من عليها. طبعا الفرن انا مسخناه على درجه حراره عاليه شويه، اعلى من المتوسطه، وبحط الصينيه او الطاجن. انتوا عايزين تخلوها كده في الصينيه كده خلاص براحتكم. انا هنا طبعا عطيت للصينيه غلوه واحده بس، وبحوش اللحمه كده عشان خاطر تبقى على الوش، عشان خاطر تبقى متحمره من فوق. زي ما قلت لكم النار تكون اعلى من المتوسطه شويه، مش بعلي النار قوي. ويحطها على اول رف في الفرن، يعني مش على الصاجه، لا الدرجه اللي بعد الصاجه. بنزل الشبكه على اول درجه وبحط الطاجن عليها. بحط الطاجن في صينيه او صاج، وبحط الطاجن عليها. انا برص كده اللحمه على الوش. هحط بقى معلقتين شوربه، وهحط برضو رشة فلفل اسود على وش اللحمة بالبطاطس. اهو طبعا انا دقه الفلفل بدقه كده في الهون، وبرش على اللحمة، بتخلي اللحمة طعمها بجد جميل قوي. جربوا الطريقة ديت. بدي كده رشة كده صغيرة، وهحطها في الفرن تستوي. جربوا يا بنات الطريقه ديت، يا رب طريقه تكون عجباكم وتكون سهله. اقول لكم ايه، يا رب الفيديو يكون عجبكم. اقول لكم بصوا البطاطس شكلها شكل الطاجن في منتهى الجمال. يا رب الفيديو يكون عجبكم. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.